هنبدأ من النهاردة نتكلم في سلسلة موضوعات جديدة خالص، وهي Price Adjustment Strategies أو استراتيجيات تظبيط السعر أو ما يسمى تحريك السعر. لو انت عندك كشركة Basic Price سعر أساسي، وانت قررت تلعب في السعر ده بالزيادة أو بالنقصان، وليكن طبعا بالنقصان، يعني انت هتنزل سعرك أو هتزوده لسبب أو لآخر طبقا لاختلاف السيتويشنز او المواقف المختلفة. ايه المواقف المختلفة او ايه الاستراتيجيات اللي ممكن الشركات تتبعها علشان تغير في اسعار منتجاتها، تغير في البيزك برايسز بتاعت المنتجات بتاعتها؟ في اكتر من موقف او في 7 استراتيجيات. اول حاجة انها تعمل حاجة اسمها ديسكاونت اند الاونس، ده اللي احنا هنتكلم عليه. الحاجة التانية أو الاستراتيجية التانية segmented pricing. الاستراتيجية التالتة psychological pricing، promotional pricing، geographical pricing، dynamic pricing، international pricing. معنى ايه الحاجات دي كلها؟ معنى ان لو سعر منتج ما 100 جنيه، ايه اللي امتى او ايه الاستراتيجية او ليه الشركات ممكن تبيعه ب 110 او الشركات في بعض الاحيان تنزله ل 90؟ ليه بتعمل adjustment او بتغير في السعر زيادة او نقصانا؟ ده اللي احنا هنعرفه خلال الفترة الجاية. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.